واش عارفين ان اي علاج تستعملوا فيه جوج ديال العناصر اللي تيشتركوا مع بعضياتهم باش يعطيونا النتيجه الاخيره ديال الشفاء؟ العنصر العلمي والعنصر النفسي. وعلى حساب العلاج اللي تستعمل، كل عنصر تيساهم بنسبه مختلفه باش يعطيك الاحساس الكلي ديال الشفاء. سواء خديتي كينه من الصيدليه ولا درتي عمليه في السبيطار ولا شربتي عشبه قديمه من وصفات جدودنا ولا حتى مشيتي عند شي حاكم في البلاد باش يدير لك الرقيه ولا الحجامه، كاع الممارسات هذه تيجمعوا بين جوج ديال العناصر اللي تنهضروا عليهم. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على العنصر العلمي والعنصر النفسي، ونهضروا على كيفاش تيتجمعوا مع بعضياتهم وتتعاونوا مع بعضياتهم باش يعطيونا الفعاليه ديال العلاج اللي تناخذوه باش يعطينا الشفاء. مرحبا بكم في قناتكم دوابا، القناه اللي تتهضر على كيفاش التصور ديال الانسان يقدر يبدل الفعاليه ديال اي علاج صحي. الى عجبك الفيديو هذا اعطيني لايك ولا كومونتير، وما تنساش تشترك في القناه اللي مازال ما درتيهاش. ونبداو. اول عنصر في العلاج اللي نهضروا عليه هو الجانب اللي العلم تيقدر يفسروا لنا. مثلا ملي تاخذ دواء من الصيدليه تنهضروا على ماده فعاله كيميائيه داخل الدواء اللي عندها تاثير وميكانيزم تيتفاعل مع الجسم باش يعطينا نتيجه. نفس الشيء بالنسبه للاعشاب الطبيه، فيها مركبات طبيعيه بحال الزيوت والفليفونويدز اللي عندهم تاثير على التنفس، الهضم وحتى المناعه. وحتى العلاجات الفيزيائيه، مثلا ملي تيدير شي واحد شي حاجه سخونه فوق يدك اللي مفدوعه، الحراره علميا معروفه انها تتفكك لنا الاعصاب وتطرخي لنا العضلات اللي تعطينا تاثير. وفي حاله الوخز بلي باري بحال في حاله لاكيبونكتور تنديروا تاثير على النهايات العصبيه اللي تخلي الجسم ديالنا ينتج مسكنات طبيعيه. والجراحه حتى هي غاده في نفس المنطق، مديوره باش تعالج لنا عضو او تقاد لنا شي وظيفه ما خداماش داخل الجسم ديالنا، بحال ملي تيكون عندنا مثلا ورم داخل الجسم ولا شي عيب داخل الجسم اللي الطبيب خاصو يدير عمليه جراحيه باش يعالجه ولا يقادو. اذا الجانب العلمي هو ديال العلاج هو الجانب اللي كاملين تنعترفوا به، وهو اللي تيعطينا الفعاليه الكيميائيه والبيولوجيه ديال اي علاج. والجانب الثاني ديال العلاج هو جانب نفسي اللي تسمى تاثير البلاسيبو او تاثير الدواء الوهمي. المعنى ديالو تاثير البلاسيبو هو قوه التوقع، قوه الاحساس، قوه الثقه في العلاج قبل ما تاخذه. شنو تيدور في راسك؟ واش الثقه ديالك في العلاج طالعه بزاف بينك وبين نفسك؟ واش تتوقع ان العلاج غيعاونك بزاف ولا لا؟ هذا اللي تنسميه قوه البلاسيبو او تاثير البلاسيبو. ملي تناخذوا دواء حيت دارك راسك تمشي للصيدليه تاخذ كينات، العلم تيفسر لنا علاش الكينات يعاونونا، تيقول لك راه ماده فعاله كيميائيه لداخل عندها ميكانيزم تتفاعل مع الجسم وتعطيك نتيجه. حنا تنثيقوا في العلم. هذا الجانب العلمي هضرنا عليه في الاول. الحق الجانب النفسي اللي هو تاثير البلاسيبو ما تنهضروش عليه بزاف، هو التوقعات ديالنا قبل ما ناخذوا هذاك الدواء، قبل ما ناخذوا العلاج ونطبقوه علينا. كيفاش نشوفوا الدواء او العلاج هذاك اللي تناخذوه، واش ثايقين فيه بزاف ولا لا؟ مثلا ملي تمشي عند الطبيب وتيكتب لك اوردونونس ديال الدواء حيت دارك راسك، راه الشكل ديال الطبيب، الطريقه باش يهضر معك فيها، الهبه ديالو، الكفاءه ديالو، هادشي كامل قبل ما يكتب لك الاوردونونس انت التوقعات ديالك في داكشي اللي غيعطيك راها كبيره. حيت الثقه ديالك في الطبيب ديالك راها كبيره، يعني الدواء اللي غيعطيه لك انت اصلا قبل ما تاخذه راه عندك واحد الثقه كبيره واحساس داخلي ان الدواء هذاك غيعاونك. هذا اللي تنسميوه تاثير بلاسيبو. وماشي غير الطبيب اللي تيأثر لك على تاثير البلاسيبو، حتى الشكل ديال الدواء، اللون ديالو، المذاق ديالو، البراند ديالو، واش شي براند مشهور ولا غير جينيريك صغير ما معروفش. هادو كامل العوامل تاثروا على تاثير البلاسيبو اللي هو تاثير نفسي اللي المعنى ديالو قوه الاحساس، قوه التوقع بالفعاليه ديال العلاج او الدواء اللي تتاخذ. وباش نزيد نوري لكم القوه ديال البلاسيبو، الفعاليه ديال البلاسيبو، لازم تعرفوا ان في بعض الدول بحال المانيا والدنمارك الطبيب في حالات ما تيكونش الدواء فعال متوفر، في حالات مثلا ديال الالام الخفيفه او حالات مشاكل ديال النعاس، الطبيب يقدر يعطيك وصفه ديال بلاسيبو او وصفه دواء وهمي. معناتها الدواء راه كاينه تتشبه الدواء الحقيقي وما فيها حتى شي ماده فعاله لداخل. معناتها الطبيب تيلعب على التوقعات ديالك، على الاحساس الداخلي ديالك ان الدواء ملي غتاخذه غيعطيك واحد الفعاليه. وفعلا بلاسيبو الدراسات بينات الاف المرات ان البلاسيبو عنده فعاليه. الجانب النفسي ديال العلاج عنده فعاليه كبيره بحال الجانب العلمي. وماشي غير هذا الشيء، كاينين في بعض الدول عمليات جراحيه وهميه تيتسموا شام سيرجري،
اللي تدار باش يجعلوك تحس بان طرات شي حاجه لداخل ديال الجسم ديالك اللي غتعاونك. بالحق هي عمليه جراحيه، دوك شي السبيطات يديروا لك البنش تنعس، تيفتحوا لك وتيخيطوا، ما تيديروا حتى شي حاجه لداخل، ما تيدخلوش وتيغيروا شي عضو او ولا شي وظيفه ما خداماش بحال في العمليه الجراحيه الحقيقيه، غير تيفتحوا وتيعاودوا يسدوا وتيخيطوا، انت تتنوض تشوف ان راه داروا عمليه جراحيه، راه تتشوف الفتحه ديالك، وهادشي كامل مديور باش التوقعات ديالك تطلع وتكبر وتحس بان طرات شي حاجه اللي غادي تعاونك. هذه تسمى شام سيرجري، وهذه حاجه حقيقيه تطرا في بعض الدول، مديوره في بعض الحالات النادره اللي حتى شي حاجه اخرى ما خدماتش وبغاو يجربوا الشام سيرجري. في شي خطرات الشام سيرجري تتخدم لان الاحساس ديال الواحد والتوقع ديالو والجانب النفسي ديالو ملي تتلعب عليه تطلع الثقه ديالو في العلاج، النتيجه النهائيه تتكون كبيره وكبيره بزاف. وحتى في الحاله ديال الاعشاب الطبيه، ملي تاخذ مثلا شي وصفه قديمه مكونه من اعشاب طبيه باش مثلا تهبط السخانه ديالك، العلم يقدر يفسر لك، يقول لك العشبه هذيك راه معروفه انها تتهبط، عندها تفسير علمي علاش تتهبط السخانه. هذا الجانب العلمي. بالحق كاين جانب اخر هو الجانب النفسي اللي هو تاثير البلاسيبو. ملي تيجي عندك شي واحد تيقول لك الوصفه العشبه هذه راه وصفه قديمه في العائله ديالنا، جدودنا كانوا تياخذوها ومعروفه عندها فعاليه طالعه بزاف. الا جا عندك شي واحد وقالها لك بالطريقه هذه، وسيرتو لا صوباتها لك مثلا الام ديالك ولا جداتك، صوباتها لك بواحد الطريقه تقليديه قديمه بواحد العنايه، الثقه ديالك في الوصفه في هذيك العشبه اللي خديتيها غتطلع، التوقعات ديالك في العلاج هذاك اللي غتاخذ حتى هي غتطلع وغتزيد. يعني الفعاليه اللي غتحس بها من بعد ما غتاخذ الوصفه هذيك ديال الاعشاب الطبيه، الاحساس الفعاليه حتى هو غيكون طالع. معنيتها الجانب النفسي او تاثير البلاسيبو حاجه اضافيه تتزاد على الجانب العلمي باش تطلع الفعاليه ديال الدواء او العلاج اللي تياخذوا الواحد. وفي المغرب بزاف العلاجات التقليديه تيبان فيهم تاثير البلاسيبو مزيان. مثلا الاعشاب الطبيه بحال الخزامه، الشيبه ولا الزعتر فعلا فيهم مواد طبيعيه نافعه للعلم تيقدر يفسرهم لنا، ولكن اللي تخلي الفعاليه ديالهم طالعه بزاف هي الثقه ديالنا في التراث والتجارب اللي ورثناها على جدودنا. ونفس الشيء مع الحجامه، عندها تاثير جسدي على الدوره الدمويه، ولكن في نفس الوقت الجانب الديني والطقوسي تعطي احساس المريض بالراحه والثقه. وحتى الرقيه الشرعيه تزيد الطمانينه النفسيه اللي تتقوي العلاج، واخا العلم ما تيقدرش يفسرها لنا. اما الكي او التبخر بالحرمل فهما تعتمدوا بالاساس على الايمان والاعتقاد. بمعنى اخر، كاينين ممارسات اللي عندهم اساس علمي، وكاينين ممارسات اخرى اللي الفعاليه ديالهم تتعتمد بزاف على الجانب النفسي والايمان. وفي الخلاصه اي علاج فيه جوج ديال العناصر، العنصر العلمي والعنصر ديال البلاسيبو. كل عنصر يخدم بطريقه مختلفه، ولكن المجموع ديالهم ديال العلم والبلاسيبو ملي تيتجمعوا هما اللي تيعطيونا الاحساس الكلي ديال الشفاء ملي تنستعملوا شي علاج. ملي تسمع كلمه البلاسيبو او دواء وهمي، ما تعتبروش كخداع او وهم، اعتبروه كقوه انسانيه طبيعيه اللي تجمع بين العقل، الجسم والثقافه ديالنا.